صحابي السلام عليكم. غبرت عليكم واحد شويه صراحه، ماشي شويه بزاف، ولكن هذه المره رجعت الفيديوهات في يوتيوب. واول حاجه غندوي عليها هي غلاء الاثمنه في علي اكسبريس. السبب ولقينا لكم الحل، الطريقه الكنديه. كاين فيكم اللي سمع بها وكاين فيكم اللي باقي ما عرفاش. هي تاخذ المنتجات من علي اكسبريس بثمن اقل من المغرب. غتسمع كندا غتقول لي وحنا في المغرب غنقول لك بان السلعه كتوصلك حتى لباب الدار بنفس الطريقه الاولى، غير حنا كنديروا بعض التغييرات. من بعد غلاء الاثمنه رجعنا كناخذوا السلعه من علي اكسبريس بثمن اقل. وانا شخصيا من بعد ما كنتش نقاطع تقريبا شي 4 شهور ما بقيتش كنشري من علي اكسبريس. دابا رجعت كنشري الحمد لله، حيت كيطيحوا هاوتات اللي كنحطهم لكم في التليجرام اولا في الواتساب اللي غنخلي لكم لتحت. قبل ما ندوزو للطريقه، اول حاجه غنوريكم المنتجات اللي وصلوني بهذه الطريقه الكنديه. غنعطيكم مثال ديال 3 منتجات وصلوني بتخفيض العمولات الكنديه. وهذا المنتج رائع، راه كان هذا الشيء كنحطه بالتفصيل التيك توك ولا الفيسبوك. هذه قبعه ذكيه كيجينا الكابلي ديالها بلوتوث، كيشعل فيها الضوء راه مجهد الدرجه الثانيه. وهذا كيبقى يسيني بالنسبه للناس اللي خدامين اولا كيمشيو في الصباح بكري اولا اللي ما عندوش الضوء كيصوب بيكالا. وهذه بلوتوث فاش كتبقى مورا كيشعل البلوتوث، كتكونيكتي مع التليفون وكتخدم سواء قران سواء موسيقى. هذه كنت خديتها ب 60 درهم. وفي المغرب اللي بغيتي تاخذها بالعملات المغربيه تاخذها بشي 195 درهم، يعني فرق ديال 40 45 درهم باش كطيح لك. والمنتج الثاني اللي زيكوتور بلوتوث باسوس، هذه الماركه راه عالميه، راه كاينه في المغرب السيت ديالها ولكن غاليه بزاف. اللي كيبغيو الجوده ديال الصوت تكون نقيه وزوينه هما هادو كاينين في البياض الكحل. غير انا خديت البياض في هادو، كيجي كابلي ديالهم وكيجي هاد الودينات ديالهم. عقلوا على هاد الماركه، راه فيها الشارجورات، فيها لي كابلي، فيها لي زيكوتور بلوتوث. المهم هاد الماركه ملي تبان لك باسوس مضمونه، اي حاجه خذها على حسابي. والمنتج الثالث اللي وصلني بالعمولات الكنديه هذا منتج طبي رائع. هذا منتج ذكي كينقل ودنين، هذا الريوسه ديالو كابل باش كيتشارجا. هو هذا المنتج فاش كنشعلوه كنكونيكتيو مع البلوتوث، كندخلوا لابليكاسيون الخاصه ديالو من التليفون وكيعطيك هنا هذه راه كاميرا كتبين لك شنو داخل في الودنين ديالك. ملي كتدخل باش تنقي كيبقى يبان لك الا كانت الودن عامره ولا فيها السماق بزاف، كتجر وكتحيد. منتج خطير صراحه، كنتصدمني انا من بعد ما شفنا المنتجات. دابا جا وقت الطريقه الكنديه اللي ساهله، ما غتاخذش لكم وقت بزاف. كتحتاج 2 حوايج، تبدل شي حوايج في اعدادات في تطبيق علي اكسبريس. على بركه الله كنمشيو تطبيق علي اكسبريس، كنمشيو للكونت اولا حساب على حسب اللغه اللي دير، وكنمشيو لهاد العلامه ديال المغرب كنوركوا عليها وكنديروا مثلا من الافضل نديروا كندا. كنرجعوا الاكونت وكنديروا هاد الاعدادات هنا. وهاد العمله من الاحسن كنديروا الدولار الامريكي باش كنعرفوا الثمن نحولوا للمغرب. مثلا كتكون 90 دولار هي شي 90 درهم 91 درهم. بغيتي تخليه بالفرنسي اولا تبدل اللغه العربيه. انا ما فيش العربي لانه دوله كندا، ولكن انا كندير الفرنسي لاننا تقريبا راه كاملين كنعرفوا الفرنسي. واخا كتبدل الوجهه الى كندا، ولكن المنتج كيوصلك في المغرب بحال الطريقه الاولى. يعني العنوان اللي داير انت في كازا ولا مراكش ولا الرباط، الوجهه مثلا كندا باش كتشري، ولكن في العنوان كيبقى عندك المغرب مثلا المدينه الدار البيضاء. فالمتجر ولا البائع ملي كيبغي يشحن لك الطلب يشوف العنوان اللي انت كاتبه، كاتب المغرب اولا اي دوله تساكن فيها، راه كيوصلك للدوله اللي حاط فيها العنوان. يعني ما عندكم من تخافوا. الطريقه كتنقسم الى قسمين. القسم الاول ملي كنبدلوا الوجهه لكندا الدولار الامريكي، كنمشيو لبوت تيليجرام اللي فيه عده خصائص. منها كيقول لك المنتج واش دي بي ولا لا، وكيعطيك تخفيض بالعمولات. غنشوفوا دابا البوت وكيفاش تقدر تخدم به وتحط فيه اللين باش يعطيك تخفيض بالعمولات الكنديه. دابا دخلنا البوت تيليجرام. اول حاجه كتلقى هي ريستارت، كتوركوا عليها. فوالا مرحبا بكم اصدقائي، ونسخ رابط المنتج وضعه هنا. وهنا غنوريكم دابا غتمشي لعلي اكسبريس البرودوي اللي باغي انت كنزو كنديروا ليه كوبي. نورمالمون ما كتكونش هاد الشراء الان، كتكون غير عادي في العربه. هذا هو المشكل الجديد في علي اكسبريس، ولكن البوت كيهنيك منه. وكنتسناو لحظه من فضلك. كيعطيك اول حاجه زوينه في البوت، كيعطيك المنتج دي بي، يعني كيجيب له ديوانه باش تهناو وتعرفوا جاي مع سبيد اف. وهنا كاين العمولات، والا كان في عرض 3 راه كتاخذوا في عرض 3 وتجمعوا مع منتجات اخرين. هنا غنشوفوا مثلا هذا راه ما كاينش في عرض 3، وهنا ها هو بالعمولات كنوركو كيعطينا الثمن بالعمولات. فوالا هنا غيعطيك اشتي مانتونو، وغيعطيك هنا من بعد ما حولنا الوجهه لكندا والدولار الامريكي. هنا عطانا 68
درهم تقريبا 6 دولار فاصلة 85. هذا الا شريتيها بالعملات الكنديه. وغنشوفوا نجربوا الا مشينا شريناه بالعملات المغربيه اللي ما بقاتش اصلا كتعطيك، حيت انا عندي دو كونت هنا في علي اكسبريس غير باش نوريكم الفرق ما بين العملات الكنديه والمغربيه. هنا باش تعرفوا هو بالعربيه انا غيعطيني بالدرهم المغربي، وهنا غتشوفوا الفرق 95 درهم، يعني كاين واحد الفرق. وبعض المنتجات راه كتكون غير ب2 دراهم ب7 ب10 على حساب. غنعطيكم مثلا في التليجرام حتى هو غنخلي لكم لتحت المنتجات اللي حطيت دابا. كاين هاد القبيه، كاين هاد ملابس الاطفال، كاين هاد كالكيلاتريس مثلا. ها هي غنشوفوها بالعملات الكنديه شحال غتعطيني. غندير اش دي مانتونو، غتشريها ب27 درهم، يعني كالكيلاتريس ناضيه. وغنشوفوا العملات المغربيه حتى هي، وديما غيكون فرق. العملات الكنديه كيعطيوك ناقصه بزاف، داكشي علاش درنا ليها. وغنديرو غتلقى 51 درهم، يعني فرق تقريبا ديال اكثر من 30 درهم. فالبوت تيليجرام كيسهل عليك الخدمه بزاف. فيه رابط عرض 3 الا ما كانش عندك كتمشي ليه، وفيه التليجرام ديالي راه غيديه لك ديريكت اللي كنحط فيه جميع العروض اللي كيجيو بلا ديوانه، والهوتات بعض الهوتات اللي كيكونوا فيهم ساعه نص ساعه وكيمشيو انا كنحطهم لك ديك الساعه وكتقدر تستافد منهم. وكيف ما كنعطيكم نصائح وحلول بزاف المشاكل اللي كتواجهكم في الشراء من موقع علي اكسبريس. كيف شفتوا راه كاين فرق كبير ما بين الاثمنه الا شريتي بالعملات المغربيه والكنديه. هذا افونتاج حاليا الثغره تقدر تسد، نتفق معك، ولكن نستافدوا منها من حد كاينه. انا شخصيا كنشري بها ما على باليش يتسد الكونت ولا ما يتسدش، راه اصلا ما كنتش كنشري حيت الاثمنه كانوا غلاو. دابا ولينا كناخذوا منتجات. الا دخلتي التليجرام غتلقاني حط البارح منتجات 13 درهم ب 10 دراهم، بعد ما كيطيحوا المنتجات ب 7 دراهم ب 20 ب 30، يعني كيكونوا نصف الثمن ديال اللي كاين في المغرب. داكشي علاش كنبغيكم تستغلوا هذه الفرصه باش تشريو، باش حتى الا سدوها نكونوا استفدنا وخدينا الماكسيموم ديال المنتجات اللي حنا محتاجه. بالنسبه اللي ما كيعرفش شنو هما العمولات او اللي يشري بالعمولات، غندير لكم واحد الفيديو خفيف ظريف كيفاش كتجمع العمولات بطريقه سهله ومجانيه باش كتخفض بهم ثمن المنتوج. مع العمولات سواء كتمشيو من اللي كنكون حاط لكم في التليجرام اولا في الواتساب كيديكم ديريكت لصفحه العمولات، اولا كتمشيو لعلي اكسبريس راسكم كتلقاو صفحه العمولات اللي غنوريها لكم دابا. هذه الطريقه الاولى. غنوريكم الطريقه الثانيه. غنمشيو لعلي اكسبريس، غنمشيو الحساب ولا كونط على حسب ان لو غتلقى هنا العمولات ها هي تحصيل، اولا انك ديروا بالفرنسي راه غتكون بياس، وكتجمعهم بطريقه سهله ومجانيه. غير كتدخل كل 24 ساعه مثلا كدير اجماع. النهار الاول كيعطيوني 20، الثاني 20، غدا وكتزاد القضيه حتى 60، حتى كيبقاو يعطيوك 70 في النهار. وكاين هادو باش كتعاود تزيد تجمع يكسب المزيد من العموله. كتبقى دير تسجيل وصول، كيعطيوك عمله، كيعطيوك تبقى تشوف المتاجر مثلا بحال 15 ثانيه غنبقى نشوف في هذا المتجر وغيعطيوني العمولات صافي. كتبقى تجمعهم بطريقه سهله، وهما باش كينقصوا لك من ثمن المنتجات اللي مثلا منتج كيكون 100 درهم كتقدر تاخذه غير ب 70 60 درهم بالعمولات. هذا كان فيديو خفيف ظريف على الطريقه الكنديه اللي طلبوني بزاف ندير عليها فيديو. عندكم شي اقتراحات سؤال مرحبا هبط لتحت لي كومونتير، انا راه الاشاره. واللي بغيتي ندير لكم شي فيديو خاص بالاسئله ديالكم مرحبا حتى هو، كل واحد نجاوب على السؤال ديالو حيت التعاليق بزاف فما كنقدرش ندوز كل واحد نجاوبه لتحت في كومونتير. معكم محمد عاشور، فيديو جديد، الله يعاونكم.